يا صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا لو اول مره تشوفينا اعملي اشتراك ودوسي لايك عشان كل لما انزل حاجه يجيلك بيها اشعار ويوصلك الفيديوهات بتاعتنا. تعالوا بقى بينا نبدا نسمي كده بسم الله ونشوف هنعمله ايه النهارده. طبعا انا كان عندي عيش فينو في الفريزر. العيال كانوا بقالهم يومين او 3 قاعدين من المدرسة، فقلت خسارة ايه بدل ما يبوظ ولا يترمى، لا حرام نعمله بيه ايه صينية حاجة حلوة كده. اهو قطعته حتت كده زي ما انتوا شايفين كده، حتت صغيرة. وطبعا معانا سكر ومعانا حليب سخن وشوية جوز الهند. بس كده. عندك زبيب ماشي، عندك شوية سوداني ماشي، اللي متوفر عندك مش هيقول لا. طبعا هنا لقيتها عايزة صينية اكبر اهو. طبعا انا اول ما احط اللبن عليها هتلاقي العيش كده ايه هبط معاكي كده. بصوا اهو. بدل ما يترمى خسارة، لا نعمله بيه ايه، نستفاد بيه كده بحاجة حلوة كده. واللبن طبعا سخن مولع لسه طافي عليه. شوية سكر كده، عايزين تدوبوا السكر مع الحليب وهو سخن مفيش مشكلة. انا بديلك الافكار وانتي بقى ايه اختارعي بقى. طبعا بوسي جت تساعدني ايه في المطبخ. هقلب بقى جوز الهند كده اهو. واللبن زي ما قلتلكوا سخن مولع، شايفين البخار بيطلع مغلي لسه طافي عليه اهو. بس كده. طبعا هنا لقيتها لسه عايزة شوية حليب، فهديلها ايه شوية مية كده. كوباية مية كده مش كتير يعني اهو. بس كده حلوة قوي. وطبعا قبل ما ابدأ العمايل بتاعت الصينية دي مولعة الفرن اهو. لازم تسخني الفرن قبل ما تبدأي في الحاجة. طبعا الشيف بوسي بتساعدني اهي. بس هدخلها الفرن بقى وهوريها لكم ايه لما تطلع ان شاء الله. بصوا كده خلاص اهي طلعت بقت شبه ام علي بالظبط ما شاء الله. قلت اعمل لهم كمان ايه شويه عصير مانجا كده يبلعوا بيه. جربوا يا جماعه الوصفه دي والله تحفه تحفه. عايزه تعملها لهم مع كوبايه شاي بالحليب ماشي، كوبايه حليب ماشي، ايه اللي انت تحبيه. هنا كان عندي منجايه قلت اعملها لهم ايه عصير اهو. بصوا ما شاء الله عامله زي صينيه ام علي بالظبط. وطعمها يا جماعه والله جربوها. بس كده خلاص 10 دقايق عملت لهم احلى صينيه حاجه حلوه. بس كده. هصب بقى العصير. طبعا ما تنسوناش بقى اللي اتفرج على الفيديو يعمل لايك، ولو لسه مش عامل اشتراك يا ريت تعملوا اشتراك اهو. بس كده. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. الف هنا يا رب للي اكل والف هنا للي هياكل.